عملنا المكان ده لعزل الغنم اللي هتولد ده يا جدعان، زي ما انت قلت. ده عرضه مترين في مترين جوه. الغنم هتتعزل فيه قبل الولادة بأسبوع. هي دي مش والدة، بس دي مش عشر. دي اللي والدة بس، لكن انا بجرب بيها بس. المهم بسبب ان مبقاش في اكل كتير، عندي كرومب بس والغنم ما بتاكلوش كتير، فاشتريت قيراط برسيم. اشتريت برسيم عشان مفيش اكل اليومين دول. ده برسيم اول بطن مكان الرز. الايراد فيه من 300 ل 350 جنيه. بعبهم هنا في الخيشة او الشريطة او الزكيبة دي، واخدهم على الموتوسيكل واروح. الصاحب اللي انا بطلع اسرح معاه اتصل عليا وقال لي ان في اكل، يعني في بقدونس وفي مكان ارض كرومب فيها غنم بس ما كتير. تضربها. فقلت اطلع بقى، كانت الساعه تقريبا الساعه 10 الصبح. ما تخلش. طلعت اتمشيت وانا دلوقتي ماشي في الطريق ورايح، فرايحين نشوف الارض اللي هننزل فيها، ربنا ييسر. بس انا عرفتهم اللي في النعجة اللي هي الوالدة اللي هي على الشمال دي برضو لسه لحد دلوقتي مش مظبوطة، تحس ان هي تايهة. فلما جبت الدكتور طمنا عليها وقال لي ان هي حلوة والكلام ده، لكن هي مش حلوة. فتقريبا والله اعلم هتتذبح يعني او هتتباع. دي الارض اللي احنا وصلنا عندها، دي كانت مكان كرومب وكان فيها سلق. ده الغنم نزلت عليه وكلته. بتسولوا ده وده. هنطلع بقى من هنا ونروح الارض التانية. الارض التانية دي بقدونس اول بطن او اول حشة نزلنا فيها، كان فيها اكل كتير خالص. الغنم كلت وشبعت ومية فل وعشر. والحمار جبت حمار مع الغنم، اللي هو الحمار اللي على ظهره خيشة دي، بس معرفتش اصوره حلو يعني. لسه هصور الاسبوع الحلقة الجاية، هصور حلو. مكان الجرار. البقدونس دي حلوة ومفيدة للغنم جدا. فدلوقتي مع بقدونس، لما بطلع اسرح تاكل بقدونس تاكل كرنب، ولما اروح ارميلهم برسيم اللي انا شاريه، وبالليل علفهم. فما شاء الله يكونوا شبعانين خالص يعني. وربنا ييسر الحال، ييسر حالنا وحال المسلمين، وربنا ينصر غزة واهل غزة يا رب، وينتقم من الظلم. انا اول. وانا سارح بقى واحنا طالعين من الغنم، بص لقينا في الارض دي كبيره فيها بقدونس كبير. فالناس قالوا لنا اتصلوا على حد يجي ينزل معاك، فاتصلنا على الناس عندهم مراح غنم. اول ما ده وصلوا، ده الخرفان دخلوا على بعض، عملوا حفله بقى، حفله استقبلوا بعض بقى، والبطل فيهم يسد. فقلت للناس اللي هو صاحب الغنم، قلت له مش هنحوش الغنم عن بعض. فقال لي لا سيبهم هم هيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما يتعبوا، هتشيلهم هتفضل تحوش بينهم مش هيضربوا بعض. وفعلا كان كلامه مظبوط، اتسابوا لحد ما الذكر اللي هو لونه ابيض في اسود ده، ملبط ده، اتفرم حرفيا. كان صعبان عليا والله. فضلوا شغالين كتير، ده انا صورت شويه صغيره، ده هم تقريبا ممكن فضلوا ساعه ونص، ساعتين كمان يضربوا في بعض. بص اهو، اللي هو اسود شويه ده اتفرم حرفيا. المشكلة ناخده نوديه جوه في وسط الغنم من الناحية التانية، ونودي دول هنا يدوروا على بعض. وانا اللي كنت بحوشهم يعني. الناس اللي عندها المراح صحاب الغنم ما كانوش بيشيلوا الغنم، سايبينهم يضربوا في بعض. اقول لهم يقول له لا ما ينفعش يتشالوا عن بعض اصلا. ادخل انا اضرب الخرزانة وامشيهم من بعض، واحوشهم بعد 5 دقايق، اطلع وامشي بقى في جنب 5 دقايق يضربوا بعض. ما مش وصلتش هتحوشهم يا الحل احمد ولا معاه. ايه؟ يلا احنا بنتعلم وهما برضو بيتعلموا، ده درس ليهم. اضرب خليهم. عشان في ناس هتكتب لي في التعليقات هتقول لي ان ده حرام مش حرام، اللي هو الموضوع ده مش في ايديا بصراحه.
من الناس اصلا صحاب الغنم هم اللي قالوا سيبهم لحد لما هم يتعبوا او واحد فيهم يتضرب ويجري، والمشكله تتحل على كده. بس الموضوع بعدها بشويه الناس اللي عندهم الخروف اللي راسه سمرة ده والخروف التاني راسه سمرة دول كانوا مع واحد، خدوا الغنم ومشوا، فدول هديوا بقى اللي هو لونه بني الرحماني ده واللي هو ابيض في اسود ده اتسابوا فهديوا بعدها. هشوف لك كده. هنا بعد ما جيت بقى هنديلهم التحصين بتاع الكبد. كل 100 كيلو ليهم 3 سنتي، فانا عندي الغنم تقريبا 50 60 65 كيلو، فهدي 2 سنتي بقى. 2 سنتي يبقوا زيادة شوية صغيرين بس حلو. لما قلت للدكتور 2 سنتي قال لي حلوين مفيش مشكلة. خلي بالكوا ده انا اول مرة ادي حقن للغنم عشان ما حدش يتكلم ولا يقول لي انت كده غلط ولا كده. لو في حاجة انا اعملها غلط اكتبوا لي في التعليقات الغلط ايه والصح ايه. يعني لو في حاجة انا اعملها غلط في الحقن ده عرفوها لي، ولو انا صح خلاص يبقى الموضوع تمام مفيش مشكلة. والمكان اللي بيتحقن فيه الحقنة ده اما اتصلت برضه على الدكتور قال لي في الرقبة قريب من الكتف، ففي واحدة حقنتها قريب من الكتف شوية، واحدة فوق شوية، واحدة مش مشكلة يعني احنا بنتعلم. صور يلا هنا. دي وانا بحقن النعجة دي جت لتحت شوية فعشان كانت نايمة، هي كانت المفروض لفوق شوية قريب من الكتف، لكن يلا الحمد لله مفيش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.